السلام عليكم حبيباتي ومرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم نقدم لكم اونترومي على شكل قلب كيجي رائع وسهل بكريمه سهله، موس سهله بدون كريمه انجليزيه. عندنا موس الشوكولاته السوداء، عندنا انسر ديال الفواكه الحمراء كيجي رائع، وبسكوي جوكوند جديد، وعندنا كلاصاج لامع بدون حليب مركز محلى وبدون كليكوز، وعندنا بات صابلي بمقادير مضبوطه وناجحه كل مقاييس. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم وينال الاستحسان ديالكم وتجربوا الوصفه. نبداو مع المقادير. بالنسبه للانسر ديال الفواكه الحمراء كنحتاجو 250 غرام ديال الفواكه الحمراء طريه او مجمده. عندي هنا فريز والفخومبواز والميغ، عندنا 50 غرام ديال السنيده و40 غرام ديال الماء، وعندنا 3 الوريقات ديال الجيلاتين. كناخذ واحد الكاسرونه كنعملوا فيها دوك الفواكه الحمراء اللي كنقطعهم طريفات صغار. عندي الفريز وفخومبواز والميرتيل او الميغ. يمكن لكم تعملوا غير فاكهه وحده، انا عندي هادوك ثلاثه استعملتهم. كي قلت لكم يمكن لكم تستعملوا يا اما فريز يا اما فخومبواز يا اما ميرتيل، اللي بغيتو يمكن لكم تستعملوهم بوحدهم حتى هو. كنعملوهم على النار مع ديك 50 غرام سنيده و40 غرام ديال الماء حتى طيبوا شويه وطرى لنا هذوك الفواكه، تغلى لنا شويه مزيان. هذاك لي كيموار او ديك الكشكوشه البيضاء اللي كتبان لكم الفوق كنزولوها بواحد المعلقه او بلي كيموار، وكناخذوا هذوك 3 الوريقات الجيلاتين كنعملوهم في الماء بارد حتى كيطراو شويه. كنعصروهم هذاك الفائض ديال الماء كنعملوهم في واحد لوبول او يمكن لنا نضيفوهم مباشره لهذيك الكاسرونه. هنايا عملتهم في هذا الكاس اللي كيكون واسع كبير شويه. كنكبوا فوق منهم هذاك الكولي ديالنا وكنطحنوه مزيان، يا اما هنايا بالميكسور بلونجو او يمكن لنا نطحنوهم في هذاك الكاس ديال العصير اللي عندكم يمكن لكم تستعملوهم. وكنصفيوهم بعد ما كنطحنوهم مزيان يتجانسوا العناصر كنصفيو، لان عندي الفخومبواز فيه هذوك البودور كاين اللي ما كيبغيوهمش يمكن لكم تخليوهم. هنايا كنكبوهم في اطارات اللي كيكون صغر من المول ديالنا. بالنسبه لك اطار الدائري اللي غنديرو في القلب، وهنا القليبات الصغار اللي غنديروهم في الحلوي في لي غاتو انديفيدويال. بالنسبه للبسكوي جوكونت كنحتاجوا ليه واحد البيضه كامله، عندنا 42 غرام ديال البودره ديال اللوز، عندنا 42 غرام ديال السكر كلاصي، كنحتاجوا 10 غرام ديال الدقيق، عندنا 7 غرام ديال الزبده اللي كتكون مذوبه، 10 غرام ديال سنيده او سكر سمول، وعندنا واحد بياض بيضاء او اللي عنده كتير يعني 30 غرام ديال بياض البيض. كناخذوا واحد لوبول كنعملوا فيه المواد الجافه اللي فيه بودره اللوز سكر كلاصي والدقيق، كنغربلوهم مزيان. من بعد كنضيف ليهم هذيك البيضه الكامله كنخلطهم مزيان مع بعضياتهم، ونضيف ليهم هذيك 7 غرام ديال الزبده اللي مذوبه كنضيفها لهم حتى يتجانسوا هاد العناصر مع بعضياتهم. كناخذوا هذاك بياض البيض اللي كيكون بحراره المطبخ كان ما يكونش فيه نقطه ديال صفر البيض باش نضربوه على شكل مورانغ. كنطلعوه مزيان حتى يدير لنا فيها شويه ديال الكشكوشه، طلع لنا شي شويه. عاد كنبقى نضيف هذيك 10 غرام ديال سنيده شويه بشويه حتى تيولي لنا مورانغ عاقد. نقلبوا البول ما كيهبطش لينا، كنضيفوا شويه بشويه على داك الخليط الاول. كنبقى ناخذو كنضيفوا عليه، حنا كنخلطوا من الاسفل الاعلى باش ما نهبطوش هذا المورانغ ديالنا وتجانسوا لنا هاد العناصر. هاد البسكوي كيتسمى بسكوي جوكوند. من بعد ما كنساليو نخلطوا هاد الخليط كنعملوهم في طاوه ديال الفرن اللي فيها ورق ديال الفرن، وكنمدوه شويه يا اما بكودي يا اما بسباتول او ماغيز او معلقه اللي عندكم يمكن لكم تمدوه شي شويه باش يجينا واحد الطبقه متساويه ورقيقه. كندخلوا الفرن اللي كنكونوا سخناه من قبل من الاسفل والاعلى على 170 درجه. كنشعلوه يطيب تقريبا ما كيفوتش واحد 8 دقائق. كندخلوه يطيب، ما طيبوش بزاف لان هذا البسكوي كيكون هشيش، يعني 8 دقائق كافي. كنخرجوه من بعد ونخليه يبرد. بحال هكا كيجي البسكوي ديالنا. هنايا مازال سخون ما كيلصقش لينا من الفوق ملي نديروا عليه الدينه. هنا رشيتو شي شويه بالدقيق باش ندير عليه هذا البابي باش ما يلصق لياش وتحيد ليا ديك القشره الفوقانيه لان مازال كان شويه سخون. زولت له هذا البابي الكويسون اللي عندنا. كنزولو كنقلبو كيف ما كتلاحظوا. ها هو البسكويت ديالنا رقيق عندي كيجي عاش فيه بودره اللوز. كيجي هذا البسكوي معلك
ولذيذ. ما كنحتاجوش نسقيو اي بسكوي كيكون فيه اللوز، ما كنحتاجوش نسقيو، ماشي بحال الجينواز اللي كتكون ناشفه. كنقطعوه على شكل الاطار اللي غنستعملو، كيكون صغر منه شي شويه، هنايا صغر من القلب ديال المول اللي سيليكون اللي غادي نستعمل، اللي قطعته غير في ورقه. قطعت الشكل ديالو ودرت اللي صغر من المول ديالنا. وهنايا بالنسبه لهاد الانديفيديوال كناخذو حتى هما قليبات اللي صغر من المول ديالنا، كنقطعوهم ونحطوهم على جنب. بالنسبه لموس الشوكولاته السوداء كنحتاجو 75 غرام ديال الحليب، عندنا 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء الغيش دو كوفرتور، عندنا ورقه ونصف ديال الجيلاتين، وعندنا 250 غرام ديال الكريمه ديال الحلويات اللي غادي نطربوها. كناخذوا هذه الكاسرونه اللي فيها الحليب 75 غرام، كنضيف ليها 120 غرام ديال الشوكولاته السوداء 55 او 70%، ونعملوهم على النار حتى تذوب لنا هذيك الشوكولاته، وكنزولوه من على النار، وكنضيف له ديك الورقه ونصف ديال الجيلاتين اللي كنكونوا فزقناها في ماء بارد وعصرناهم من هذاك الفائض ديال الماء، ونحطوهم على جنب حتى تيبردوا. عندي 250 غرام ديال الكريمه كنطربوها ميمونطي، ما عقداش بزاف بحال الشونتي، ما عقداش كنخليوها شويه مازال خفيفه. نضيف ليها هذاك الخليط الاول ديال الجيلاتين والشوكولاط والحليب اللي كيكون حتى برد تماما، عضفناه باش ما يتحبب ليناش هذيك لاموس، وتجينا كريمه ليس. كنخلطوهم مزيان من الاسفل للاعلى حتى تيتجانسوا هاد العناصر مع بعضياتهم. من بعد كنعملهم في جيب حلواني باش نقدر نتحكم فيهم. من بعد ما كنديروهم في هذاك الجيب كنوجدوا الاطار او المول ديالنا، كنوجدوا لي زانسيرت ديالنا اللي كانوا يدوزوا على الاقل واحد الساعتين في المجمد، نسيت ما ذكرتها لكم. هذوك الانسيرت ديال الفواكه الحمراء كندخلوهم المجمد حتى تيجمدوا، يمكن لكم تخليهم ليله او عندكم واحد الساعتين على الاقل. كناخذوا هنايا المول ديالنا كيف ما كتلاحظوا هما الانسيرت ديالنا بعد ما كيجمدوا. هنا المول اللي غادي نمونطيه هو هذا المول ديال القلب الكبير. كنعملوا ليه هذا الموس ديال الشوكولا هي الاولى كطبقه اولى، كنفرقوهم مزيان على الجوانب ديالو على الاقل يتلبس لينا لتحت مزيان. من بعد كنوضعوا واحد الطبقه هذيك ديال الانسيرت ديال الفواكه الحمراء ديالتنا اللي دايراهم صغر من المول ديالنا هذاك الدائري، وكنعملوا عاوتاني طبقه اخرى ديال لاموس ديالتنا ديال الشوكولاته السوداء، وعاد كنديروا البسكوي وكنضغطوا عليه مزيان باش يشد لينا بسكوي جوكوند، باش يشد لينا مزيان في لاموس. ونقادوا السطح ديال كنقادوا السطح ديال الكاطو ديالنا او القليب ديالنا مزيان. انا عملته كيف ما لاحظتوا، ما عنديش في هذاك المول ديال السيليكون ما عندوش رجيلات اللي يشدوا مزيان، حصرته ما بين في هذاك الطبق ودرت له بابي الومنيوم في الجناب باش يبقى شاد الفورما ديالته. الا لقيتو هذوك اللي فيهم رجلين راه كيكون افضل. هنا ما عنديش فيه، يعني غير كنحطو لا كبيت لاموس وعليه كيتغير شويه الفورما ديالو، داكشي علاش حصرته بالبابي الومنيوم. هنايا كيف ما كتلاحظوا كنضغط عليه بالبسكوي وكنقاد الجوانب ديالو باش يجي السطح ديالو مقاد. كندير نفس الشيء بالنسبه لي مول انديفيدويال، يعني قليبات الفرديين. كندير شويه من الكريمه ديال لاموس ديال الشوكولا، كنعمل فيهم هذوك القليبات الصغيورين ديال الانسرت ديال الفواكه الحمراء، وكنعمل عاوتاني شي شويه ديال لاموس والبسكوي ديالنا ونبرك عليهم مزيان باش يشد الفورما. يمكن لكم ديروهم حتى ديال لي سواغي، ديروهم في هذاك المول نفسه. كنعاود نديرهم في نفس المول في هذاك المول ديال القليب الصغار، كنعمرهم بلاموس ديال الشوكولا وكنعمرهم فقط، او يمكن لكم تضيفوا واحد الانسرت اللي كيكون ما عامرش يعني صغيور، ونديروا فوق منه عاوتاني لاموس وندخلوهم المجمد على الاقل واحد الليله كامله عاد باش نكلاصيوهم. بالنسبه للباط صابلي كنحتاجوا ليها 75 غرام ديال الزبده ذات اصل حيواني، عندنا 45 غرام ديال السكر كلاصي، عندنا واحد اصفر بيضة و15 غرام ديال بودرة اللوز و140 غرام ديال الدقيق. كنبداو اول حاجه نملاكسيو الزبده مع السكر كلاصي، يا اما بيدينا او كناخذوا روبو بحال هكا كنعملوا فيه كلشي. انا هادشي اللي كندير فيه الزبده 75 غرام ديال الزبده مع 45 غرام ديال السكر كلاصي. يمكن لكم ديروا واحد قبيصه د الملح، كتملاكسيوهم مزيان يا اما بيديكم يا اما بهكا حتى تتجانس الزبده مع السكر كلاصي مزيان. من بعد كنضيف لهم واحد صفر بيضه،
كنخلطهم كذلك مع بعضياتهم مزيان. من بعد كنضيف لهم النواشف اللي عندنا 15 غرام ديال بودره اللوز مع 140 غرام ديال الدقيق، كنخلطوهم مزيان حتى تجانسوا هاد العناصر. الا كنا كنخدموهم بيدينا حاولوا اننا غير كنجمعوا العجين، ما كندلكوهاش. العجينه ديال الباط سابلي ما كتجمعش ما كتدلكش، غير كنحاولوا نجمعوها. هذا هو الشكل ديالها. من بعد ما كنسالي كنجمعها، كنحاول نجمعها بيديا، ما كندلكهاش، غير كنجمع العجين وكنديرها في بلاستيك غذائي وكندخلها للثلاجه على الاقل واحد نصف ساعه باش ترتاح لينا هذا العجين، وندلكها ما بين جوج بلاستيكات. ها هو الشكل ديال العجين كي كيكون طري. راه مقادير مضبوطه كي عطيتهم لكم. كنطلقوهم ما بين جوج بلاستيكات من بعد ما ارتاحت وبردات مزيان في الثلاجه، جوج بلاستيكات او جوج ورق ديال الفرن، نطلقوهم مزيان بالسمك اللي بغينا، تقريبا رقيق ما غليظ بزاف. كنقطعوه على الشكل ديال الاطار. انا بغيتها شويه قبل كبر من القليب اللي عندي في المول ديال السيليكون، كبر منه باش نقدر نزين بالفواكه. الا كنتو غادي ديروا ما غتزينوا بحتى حاجه في الجوانب ديالو. كتقطعوه على قدو نيشان. هنايا صايبت هاد الورقه بالبابي، رسمتها وقطعت الشكل اللي بغيت. وكناخذوا صغر بالنسبه لهذوك الانديفيديوال او بالنسبه لي سواغي كناخذوا قليبات اللي صغر منهم او تا هما اللي كبر منهم قدهم، كنقطعوهم صابلي وكنوضعوهم وكنوضعوه في الطاوه ديال الفرن بحال هاد الطريقه. بالنسبه للفورمه الكبيره باش ما يتغير لنا الشكل ديالو نديرو فيها يا اما فوق ورق الفرن او فوق هاد السيلبات لي بارفوري باش يعطينا داك المربعات، او يمكن لكم تدخلوها المجمد غير شي شويه، غير شد راسها ونقدروا نهزوها ونحطوها فوق الطاوه ديال الفرن فوق البابي كويسون او ورق الفرن، وكندخلوه يطيب بحال اي صابلي شاعلين عليه من الفوق ومن الاسفل على 170 درجه على خاطرو. تقريبا كياخذ لينا واحد نص ساعه حتى ل 40 دقيقه على خاطرو. بالنسبه للكلاصاج ميغوار كنحتاجوا ليه 75 غرام ديال الماء، 200 غرام ديال سكر حبيبات، وعندنا 100 غرام ديال الشوكولاط الابيض، عندنا 4 الوريقات ديال الجيلاتين و150 غرام ديال الكريمه، وعندنا ملون احمر. كناخذوا واحد الكاسرونه كنعملوا فيها الماء والسكر وكريمه وكنعملوهم على النار حتى كتذوب ليا هذيك سنيده تماما، يعني حتى كيذوب ليا طلع ليها الغليه او قبل، يعني خصها غير تذوب ليا سنيده. من بعد ما كيسخن مزيان وذابت سنيده كنزولو من على النار، كناخذوا واحد لو بول. انا درتهم في بول مباشره او يمكن لكم تعملوهم في هذيك الكاسرونه مباشره. كناخذوا فيه الشوكولاط اللي عندي فيه 100 غرام ديال الشوكولاط، وعندي 4 الوريقات ديال الجيلاتين اللي كنفزكهم في ماء بارد وعصرناهم. كنضيف لهم هذا الخليط ديال الماء والسكر والكريمه، وكنطرب الملون احمر، يعني كنضيف بشويه بشويه حتى نوصل الدرجه اللي بغيت، وحنا كنخلطوهم بالميكسور بلونجو. هذا هو الكلاصاج، يعني كتضيفي اللون على حسب الدرجه اللي بغيتي. هنايا كنخلطوهم حتى تيتجانسوا العناصر، الشوكولاط غادي يذوب والجيلاتين غادي تذوب. هذا هو الشكل ديالو. كنخليه حتى تيبرد باش نكلاصي به الكاطو ديالنا. هنايا الكاطو من بعد ما جمد دوز ليله كامله كنزولوه من الاطار من المول ديال السيليكون كيف ما كتلاحظوا. كنهزو كنوضعوه في واحد الطاوه اللي كنعمل فيها يا اما شي كاس ولا شي حاجه باش يكون مهزوز ويهبط ليا داك الكلاصاج. كنبقى نكلاصي. الكلاصاج ضروري خصو تيبرد تيوصل 30 او 32 درجه، ما نفوتوهاش، ما يكونش اكثر لان غادي يسخن وغادي يذوب لينا هذيك لاموس ديالنا. كنخليوه حتى تيبرد لينا تماما. هذا هو الشكل. وتقطر لينا هذوك النقيطات، وكنزولوا هذوك الدميعات اللي كيكونوا ديال الكلاصاج اللي هابطين نزولوهم بشي موس ولا بشي كودي، وكنحطوه فوق هذيك الصابلي ديالي اللي قلت لكم تطاب وتحمر مزيان. هذا هو الشكل ديالو. كنوضعوهم فوق منه باش عاد نزينو الجوانب ديالو. كيف ما قلت لكم انا درتو كبر من الاطار ديال السيليكون ديالي. كنكلاصي نفس الشيء، كنكلاصي بهذوك لي زانديفيديوال او لي سواغي. كيف قلت لكم نفس المول ديال السيليكون اللي درت فيه هذوك الانسرت درت فيه حتى لي موس الشوكولا، حتى هما كنكلاصيهم بهذه الطريقه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما وضعناهم فوق الصابلي اللي كيجي معاهم. هادو بالنسبه للانديفيديوال او بالنسبه لي سواغي او الكاطو كبير. الزين كيبقى اختياري باش ما بغيتي تزينيه. انا بالفواكه الحمراء او بكيوي او
بالملمع الذهبي او بعقيقات ذهبيين اللي كيتواتاو مع هذا اللون. يعني ميمكنلكيش تزينيه بشي حاجه بعيده الشوكولاط ولا شي حاجه، خصك تزينيه بشي حاجه حمراء ولا شي حاجه ذهبيه اللي كيتواتى معاه. هذا هو الشكل ديالهم بعد ما زيناهم، كيجيو رائعين لذاذ ساهلين، موس شوكولا سهله، بسكوي جوكوند لذيذ وبمقادير مضبوطه كيف ما قلت لكم. انسرت ديال الفواكه الحمراء او بالنسبه اي فاكهه حمراء بغيتوها لان الموسم ديالها، وكلاصاج لامع ساهل. كنتمنى ان هذا الفيديو يعجبكم ونال الاستحسان ديالكم وتجربوا. ولا عجبكم الفيديو ديروا لايك وتابوناو في لاشين ديالي وفعلوا الجرس باش توصلوا ديما بالجديد. وشهيه طيبه ونهاركم مبروك.